السلام عليكم أحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. أسماء وتجربتي بنفسي. بحب أشكر ربنا ثم كل الناس اللي اشتركت معايا في القناة. ربنا يكبر بخاطركم زي ما جبرتوا بخاطري، اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب نوصل بيكم ومعاكم لبر الأمان. وتعالوا نشوف الفيديو النهاردة. فيديو الكتاكيت اللي انا طبعا اشتريتها تقريبا من يوم 29/4. فقلت بقى ايه فرصة ان الفراخ دي اذبحها معايا في العيد وتبقى ايه تسد معايا كده في فترة العيد. بس مع الاسف الكتاكيت طلعت مغشوشة. نوعها وحش جدا. مهما الكتكوت بياكل مش بيكبر. زي ما احنا شايفين الحجم ده تقريبا عنده 37 يوم. شايفين الحجم عامل ازاي؟ الفراخ مريشة. العرف اللي هو المايل على ناحية ده نوع وحش جدا جدا في الفراخ. فانا طبعا انا ما اعرفش في انواع الكتاكيت، فقلت اجرب بنفسي والتجربة خير دليل. بس احنا لازم نجيب الكتاكيت من مصدر موثوق فيه. ما ينفعش اي حد يلف في الشوارع ويكون معاه كتاكيت اقول له ايه اديني كتاكيت. فطبعا الاقي سعر الكتكوت معاه ارخص من سعر الايه الصيدلية اللي هي البيطرية، او اي محل طبعا بيبيع كتاكيت موثوق فيه. الاقي عنده مثلا الكتكوت ب30 جنيه، لكن الراجل اداني الكتكوت من ده ب20 جنيه. فطبعا النوعية دي ما بتكبرش، فبتفضل تاكل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين عندهم خوف هستيري، اول ما يسمعوا اي صوت يستخبوا ويقعدوا يصرخوا. وساعة الأكل زي ما احنا شايفين ما شاء الله عليهم في الأكل، بيسحبوا أكل بطريقة لم تتخيلوها. وفي النهاية ما تلاقوش أساسا لحم خالص، ولا الفرخة بتكبر، ولا أي حاجة خالص. فأنا تجربتي بنفسي مع نوع الكتاكيت اللي انتوا شايفينها. أول فراخ دلوقتي أصبحت فراخ أهو، علشان عمرهم تقريبا دلوقتي 37 يوم. فبجد بقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي باع لي الكتاكيت دي. بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. شايفين الفرخ مريش بطريقة. لان فعلا النوعية دي فعلا ما بتكبرش. فبقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي باع لي الكتاكيت، لانه ضيعني. انا المفروض ان الفراخ دي اذبحها في العيد، بس مع الاسف مفيش اساسا لحم فيها خالص، ولا الفرخ بيكبر. وزي ما احنا شايفين عمال بياكل عمال على بطال، بس ما بيبانش عليه خالص. مفيش اي لحم خالص. ودلوقتي هوريكم بعد ما ذبحت الكتاكيت بقى، يعني سبحان الله، عاملين زي فردة الحمامة كده. كل فرخة ذبحتها عاملة زي فردة الحمامة، صغيرة جدا. يدوب الفرخ يكفي نفر واحد بس. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي باع لي الكتاكيت. وتجربتي بنفسي، والتجربة خير دليل. أنا بقول لكم وبنصحكم بجد ما تشتروش كتاكيت من مكان غير موثوق فيه، أو من الناس اللي بتلف في الشوارع. اوعوا تغلطوا نفس الغلطة اللي أنا غلطتها. فلازم نشتري الكتاكيت من مكان موثوق فيه، علشان طبعا لو معايا الكتاكيت ما بتسحبش في العلف وما بتكبرش، فانا هرجع للمكان اللي انا اشتريت منه وهقول له الوضع كذا وكذا، الاقي اكيد هلاقي حل. فبجد حسبي الله ونعم الوكيل في اللي باع لي الكتاكيت. وهي تجربة ومرت عليا، وان شاء الله مش هتعود تاني. ولو انا هشتري يبقى اشتري من مكان موثوق فيه.